مسلسلنا بيتكلم عن عيلة مرتبطة بشبح سيدة جميلة، وشرط السيدة الشبح إن أي حد من العيلة اللي بتمتلك مجموعة يانج، وده عشان يتجوز لازم يعرف إن أول جوازة ليه هيضحي بيها للشبح وتسيب له الجوازة التانية. ودي كيونج اللي هتتجوز شخص ناجح من العيلة اللي مرتبطة بالشبح، وبتكون عارفة إنها لو اتجوزته هتموت لأنها هتكون الزوجة الأولى، وعشان تكون الزوجة التانية لازم تلاقي بنت شبهها تقوم بدورها وتضحي بنفسها. وبتكون البنت اسمها دوب وبتشتغل عشان تصرف على جدتها وتقدر تفتح لنفسها المقهى اللي بتحلم بيه. قصة مسلسلنا هتعجبكم قوي. بتبدأ القصة بمجموعة ستات واقفين بيبصوا من فتحة الباب على عروسة لسه متجوزة جديد، وبتكون قاعدة مع عريسها، وبتقول واحدة من اللي واقفين بيتفرجوا إن العروسة جميلة جدا، بس بتقول للأسف إنها لسه صغيرة على الجواز لأن العروسة لسه قاصر. وبتقول الست إنها عارفة إن العروسة لسه صغيرة وأهلها جوزوها بدري عشان أهلها فقراء فاضطروا يجوزوها عشان مش هيقدروا يأكلوها. وبنعرف إن بنات المزارعين بيتجوزوا ملاك الأراضي اللي بيشتغلوا فيها بسبب الفقر، بس بتقول لهم واحدة إن دي إشاعات. وبعدها بنشوف العروسة وهي قاعدة حزينة، وبيكون عريسها قاعد معاها وبيسألها لو مصدقة الإشاعات اللي بتقولها الناس. وبنعرف من الزوج إن في شائعات عن أشباح في البيت بتاعه. وبنرجع للستات اللي بره البيت، وبتحكي واحدة منهم إنه في البيت ده في ست عجوزة بتظهر في المطبخ وكمان في أوض البيت، وكأنها واحدة من البيت وكمان بتملكه، وبتقول إنها بتختفي من البيت فجأة. وبتقول واحدة منهم إن السيدة الشبح بتيجي وبتمتص طاقة العروسة الجديدة، وده سر احتفاظ الشبح بجمالها لآلاف السنين. وبتيجي سيدة وبتمشيهم كلهم، وبتأمر الشخص اللي معاها إنه ما يخليش حد يقرب من البيت. وبنرجع للعرسان وبيكون العريس لطيف مع عروسته، بس فجأة لما بيقرب من عروسته بيفقد الوعي وبينام، ووقتها العروسة بتقلق وبتخاف، وبتلاقي الشموع اتطفت لوحدها حتى الأنوار اللي بره البيت، وبتشوف حد بره البيت بيكسر في الباب وبتهجم عليها الشبح، وبتخاف العروسة وبتجري بره البيت في الغابة. وبعدها بنشوف المزارعين بيدوروا على العروسة، وبتفضل تجري العروسة والشبح بيطاردها لحد ما بتوصل لقمة منحدر. ولما بتوصل العروسة الشبح بترمي العروسة من فوق المنحدر في المية. وبعد مرور كام سنة بنشوف بنت بتغطس في المية وبيكون اسمها دو وبتصطاد سمك، ولما بتطلع من النهر بتقعد عشان ترتاح بتشوف ملابس بنت على الشط، بس بتتفاجئ لما بتبص على قمة المنحدر بتشوف بنت نطت من فوق المنحدر، فبتنزل المية عشان تروح تنقذها. وفعلا بتوصل للبنت وبتلاقيها فاقدة الوعي، بس الغريبة لما بتمسكها من ايديها بتتحول البنت لشبح، بس دو مش بتهتم وبتاخدها وبتخرجها من المية، بس البنت بتكون بخير. ولما بتفوق بتزعق لها عشان اتأخرت في انقاذها، لكن دو بتقول لها انها غلطانة عشان انقذتها، بس البنت بتعتذر لها وبتديها قلادة تلبسها في ايديها عشان انقذتها، وبتقول لها انها تحافظ على القلادة دي اللي في ايديها لانها هتغير حياتها للأحسن. ودو يا عيني بتكون مصدومة من تصرفاتها وحاسة انها انقذت واحدة مجنونة وبتسيبها وبتمشي. وبعدها بتنده عليها جدتها عشان تيجي تاكل، ولما بتروح لجدتها بنعرف انها عايشة مع جدتها وعندهم مطعم اسماك، وبتديها شنطة الدليفري عشان توصلها للزباين، وبيكون يوم دو كله نشاط وسعادة. وبعدها بنشوف مهندس بيكلم رئيسه في الشغل ان مقدار التطور في الشغل وصل 50% من اجمالي الانتاج، ولو ما دفعوش رواتب العمال في الميعاد بتاعهم العمال هيعملوا اضراب عن العمل ومحدش هيرضى يجي يشتغل، ولو فضل المعدل بنفس النسبة هيوقفوا اعمال البناء بالكامل. وهنا الرئيس بيقول انهم لازم ياخدوا اموال من مجموعة تيانج وده في اقرب وقت ممكن، وبيقول انه يحاول يصبر العمال لحد ما ياخد الاموال. وبعدها بتتصل ببنت اسمها كيونج وبتقول له انها هتروح المطار دلوقتي وبتتضايق انه اتاخر عليها. وبنروح لدول اللي بتكون بتوصل الاوردر، وفي اللحظة دي واحد من العمال بيشوط طوبتين، فبتجري دو تنقذ الرئيس اللي كان هيموت بسبب العامل التافه اللي مش واخد باله وهو بيشوط الطوبتين، وبيقع الطوب على خوذة دو وما بيحصل لهاش اي حاجة، فبتروح تطمن على الرئيس وبيكون مصدوم انها لسه كويسة وما حصل لهاش حاجة، وبيسألها هو حصل حاجة لراسك وبيطلب منها يوديها للمستشفى يطمن عليها، فبتقول له انها كويسة وما حصل لهاش حاجة بسبب الخوذة اللي لابساها، فبيديها الكارت بتاعه وبتاخده منه وبتروح توصل الاوردر للعمال. وبعدها بيكمل مكالمته مع كيونج اللي بنعرف انها اخته، وبيقرر في الوقت ده انه يخلي عنده دم ويروح ياكل المرة دي مع العمال اللي بيكونوا مستغربين منه، وده لانه عمره ما اكل معاهم، واثناء ما بياكل معاهم بيوعدهم انهم هياخدوا رواتبهم في الوقت المحدد. وبنشوف شاب مشهور وبيكون كل الصحافة والمعجبين بيصوروه فرحانين انهم شافوه في المطار، وبنعرف ان اسمه جو، وبتكون كيونج مستنياه بوكيه ورد، بس هو بياخده منها وبيمشي وبتكون معجبة بيه. وبنعرف انه كان بيدرس في الخارج، ولما بتكون راكبة مع كيونج العربية بتكون زعلانة منه وده بسبب المعاملة بتاعته، فبيديها هدية وبتكون عبارة عن عقد ألماس غالي، فبتلبس العقد وبتاخد رأيه فيه، فهو بيقول لها انه معقول عليها فبتشكره، وبتسأله هم رايحين على فين، بس هو ما بيكونش معبرها خالص. وبتكون البنت ماسكة نفسها ومتضايقة من تصرفاته معاها، وبيقعدوا يتغدوا في مطعم وبيسألها هي ما بتاكلش ليه، وهي بتقوله انها ما بتحبش السوشي، فبيعتذر لها. وهنا كيونج بتحاول تعرف عنه كل حاجة وتقرب منه، وده لانهم كانوا مخطوبين من مدة طويلة بس بعاد عن بعض طول المدة اللي فاتت، وبتقوله انه اصحابها بيتكلموا عليها انهم مجرد مخطوبين على عناوين الاخبار، لكن هي شايفة غير كده خالص بسبب انها بتاكل معاه
معاه وكمان جاب لها هدية، وبتتمنى انهم يعرفوا بعض بشكل افضل. وهنا بيصدمها بكلامه الرسمي وانه هيدي لوالدها قائمة عنه تقراها وتعرف كل حاجة عنه لانه مش فاضي يضيع وقته عشان يتعرفوا على بعض. وهنا كيونج بتقوله كلامك مظبوط، وكمان المفروض بدل ما يتغدى معاها ويضيع وقته معاها المفروض يروح البيت عشان بابا ومام شكلهم مستنيين يشوفوه يطمنوا عليه. وفجأة بتعدي واحدة ست فبينده عليها وبيكون اسمها كانيوكا وبيكلمها بكل لطف وبيطلب منها تقعد معاه، لكن السيدة بتقول له مفيش داعي انها تقعد معاه لان مجموعة شركات اختارت العلامة التجارية. وهي ماشية بيلفت نظرها عقد كيونج فبتكون عايزة تلمس العقد، وبيلاحظ ده جو فبتقوله انها افتكرت جوزها لما تقدم ليها وادالها نفس العقد، وبتحكي عن سعادتها هي وجوزها لما اخدت منه العقد. وبتسأل كيونج ايه شعورها لما ادالها العقد دلوقتي، وطبعا كيونج ما بتردش وبتفضل ساكتة. ولما بيخرج جو وكيونج بتقوله انه قد عمله بشكل مناسب، وبيطلع عمله انه يغري السيدة كيونج بالعقد اللي كانت كيونج لابساه. ولما بيمشي بتوقفه كيونج فبتقوله انه عندها سؤال، وهو بكل برود بيقول لها انه قدامه دقيقة واحدة وتقوله له. فبتقول له كيونج هو انت شايفني الدمية بتاعتك؟ وهنا بيصدمها بجوابه انها فعلا دمية، وانه مش بسهولة انه يحب واحدة زيها، وانه علاقتهم مجرد عمل بيأديه. وبعدها بيسيبها وبيمشي، وبعدها بيقابله اخوه جو اللي بيسألها بتعمل ايه هنا، وهي بتقوله انها كانت مع اخوه من شوية بس هو ما بيكونش عارف ان اخوه وصل. فبتسأله البنت اللي معاه دي مين، فبيقول لها ان دي زوجة اخوه المستقبلية. وبنروح لجو اللي بيكون وصل الشركة وبيشوف صور الايدول معلقة على شركته كدعاية، بس جو حاسس انهم مش مناسبين يكونوا كواجهة للشركة، وبيسأل فاضل قد ايه على انهم ينهوا العقد معاهم، لكن مديرة اعماله بتقول لهم انهم هيجددوا العقد معاهم قريب، فبيأمرها انها تلغي العقد معاهم بسرعة. وبعدها بيشوف موظفة الاستقبال وبيسألها ليها قد ايه شغالة في الشركة، فبتقول له انها ليها 3 سنين شغالة في الشركة. فبيقول لها انها مفصولة من العمل، وده بسبب ان البارفان بتاعها رخيص وان ريحته زي ريحة دخان السجاير، وبيأمر رئيسها انه يفصلها من العمل. اما كيونج بتكون متعصبة على امها بسبب معاملة جو ليها، وبتقول لها امها ان وضع شركتهم دلوقتي بقى سيء وانها تتحمل كل تصرفاته معاها، وبتقول لها انهم فقدوا الشركة والمال وكل مستثمرينهم، ودلوقتي لو خسروا مجموعة تيا إنج في الوقت ده هنكون في الشارع. وهنا كيونج بتتعصب وبتبكي وبتقول لها ان ده مش ذنبها، وهنا امها بتضربها بالقلم وبتقول لها انها مش صغيرة وكمان ما ينفعش تكون انانية وما بتفكرش في حالتهم الاجتماعية. وهنا بتقول لها لو باظت الجوازة هيفقدوا كل اموالهم وشركتهم وهيكونوا في الشارع. ولما بيوصل جو البيت بيرحبوا بيه اسرته، وبتتكلم امه ان ليه لحد دلوقتي اخوه ما جاش البيت يستقبل جو اخوه. وهنا بيدافع عنه ابوه بيقول ان ابنه بيجمع استثماراته بطريقته الخاصة. وبنروح لبيت كيونج اللي بتسأل امها بيهيون عن حال موقع البنى وبتطمنها انه حل جميع القضايا مؤقتا. اما كيونج بتسأله عن البنت اللي شافها في موقع البنى لما قال لها انها تشبهها، وافتكروا المعلومة دي كويس ان دو تشبه كيونج. وبنروح لدو بتكون باصة ومستغربة من اللي حصل لها النهارده بسبب القلادة، وبتسيبها على الترابيزة وبتنام. اما جو بيفتكر وهو صغير لما كان محبوس في اوضه وبيتعاقب وبيفضل ينده على ابوه وامه، وبنعرف انه من وهو صغير مر بظروف صعبة وكلها اسوأ. وبعدها بتقابله الخادمة اللي بتكون عند جو مكانتها زي امه، وبتسأله هو ليه لسه سهران، وبتطلب منه انه يروح ينام عشان يرتاح. وتاني يوم الصبح دو بتوري صور لمشاهير هي كانت بتقدم لهم الطعام وانهم اكلوا كل انواع الاكل من عندها. وبعدها بتحاسب زبون وبتكون سعيدة جدا، وبتروح تعدي على عمتها وبتطمن عليها واللي بتكون مهتمة ببشرتها وجمالها دايما، وبتكون مشغلة عندها الفلوس اللي بتحصل عليها من خدمة توصيل الدليفري. وبتوعدها عمتها ان المرة الجاية هتاخد كل فلوسها، وبتديها شنطة فيها كل مستحضرات التجميل، وبتقول لها انها تهتم ببشرتها وما تكونش مسترجلة دايما. وبترجع كيونج اللي بتكون حزينة وبتفكر في اللي بيحصل لها، وبتفضل تقول لنفسها عشان هو مهم ده ما يدوش الحق انه يعملها بالطريقة الغريبة دي. وبنروح لراهب اول ما بينام على السرير بيتفاجئ بالسيدة الشبح قدامه وبيسألها ايه اللي جابها، وبتقول لها انه لحد دلوقتي ما قالش لحد عن وصولها للبيت وانها سابت بيتها فاضي فترة طويلة. وبتقول لها بعد ما هتمشي هتيجي امرأة دلوقتي يديها اللي هي عايزاه واللي تقولك عليه اعمله، وبتسيبه وبتختفي. وبنعرف ان اللي جاية هي ام كيونج، وبتقوله ان بنتها هتتجوز قريب، وبتديله مجموعة شيكات فيها مبالغ كبيرة. وبالليل بنشوف بنتنا دول مكافحة وهي بتبيع المكرونة والقهوة على الكورنيش، وبتسألها صاحبتها هي مش شغالة الصبح في خدمة توصيل الطعام، فدو بتقول لها انها بنت مكافحة وبتستثمر يومها في 3 وظايف. وبيكونوا البنتين بيتفرجوا على صورة جو، ولما بتسألها دو عن الشخص ده بتقول لها البنت انه فخر كوريا وانه افضل 100 راجل من ناحية الوسامة والثراء في العالم. بس البنات بتقول ان دو تشبه خطيبة جو اللي كان اسمها كيونج، وبيكونوا مستغربين لانها فعلا بتكون شبهها بجد. وبعدها بيجوا 3 اشخاص بيطلبوا منها 3 اكواب قهوة، ولما بتطلب منهم يحاسبوها على القهوة اللي بيشربوها بيقولوا لها المرة الجاية هيدفعوا لها، فبتضربهم واحد ورا التاني وكمان بتوقعهم على الارض وبتخليهم يحاسبوها وبيهربوا. وهنا كل الناس بتعجب بشجاعتها وبيقرروا انهم يشربوا من عندها القهوة. ولما بتروح البيت بتحسب تكاليف المية والغاز، وبتقول لجدتها انها بعد ما تفتح المقهى بتاعها هتاخدها على المستشفى عشان تعمل لها فحوصات، وده عشان الدواء اللي بتاخده من العيادة
العيادة ما بيفيدهاش بحاجة، وبنعرف ان جدتها فقدت ابو وام دو في البحيرة، ولما بتروح تطمن على عمتها بتعرف من صاحبة المحل انها سرقت فلوس المحل وفلوسها وهربت. وهنا دو بتروح تدور على العمة وما بتلاقيهاش في محطة القطار، وبيكون ضاع حلم شراء المقهى. ولما بتروح البيت بتلاقي جدتها واقعة على الارض، وبتاخدها على المستشفى وبتعرف من الدكتور انها محتاجة عملية في اسرع وقت. وبنرجع لاهل جو، وبتقول لجوزها انهم كانوا المفروض يسيبوا البيت من زمان، بس وصية امه كانت انه ما يسيبش البيت. وبنعرف ان حبه الاول ماتت في البيت، وبتكون متضايقة منه مراته لانه لسه فاكرها. اما كيونج فبتقعد مع اصحابها وبتفضل تشرب معاهم. واحدة منهم بتقول لها لو انا مكانك كنت رميت العقد في وشه من زمان، بس مقدرة ظروف عيلتها اللي بتمر بيها. وهنا كيونج بتروح لها بعد ما بتكون لوحدها، وبتسألها تقصد ايه عن حالة عيلتها، وهي اصلا عيلتها ظروفهم اسوأ من ظروف عيلتها. اما صاحبتها بتقول لها ان هي بنت المحامي العام، وانتي بنت رجل مالك شركة مقاولات، وان ابوها طلع من قضية غسيل اموال وخلاهم اثرياء بسبب القضية اللي اترافع فيها ابوها. وكمان الناس عارفة ان والديها عايزين يجوزوها من مجموعة تاي، عشان بس كيونج بتقول لها انها فهمت منها انها ما خدتش الفرصة انها تكون مكانها وتتجوز هي. بس بنت المحامي العام بتقول لها ان هي وجو اتربوا مع بعض وهم كانوا صغيرين، وانهم زي الاخوات، وبتقول لها ان مكانتها مختلفة وانها مش زيها، وانه عندها فرصة تقرر مستقبلها عكسها تماما، وانها ما تقارنش نفسها بيها. وبتقول لها ان ده اخر تحذير ليها عشان صديقتها من 10 سنين. وهنا كيونج بتتحداها انها مش هتقدر توقف الجواز، وانها هتخلي الجوازة تكتمل، وكمان شركة ابوها لحد دلوقتي لسه شغالة، وان هي اللي محتاجة المساعدة. وهنا بنت المحامي بتقول لها مش هتفرق معاها لانها اتنازلت عن كبريائها هي وعيلتها، ولازم تكون دمية لجو. وبكرة في حفلة عند جو لازم تلبس العقد عشان جو عامل دعاية لشركته، وبتسيبها وبتمشي. وتاني يوم في الحفلة بتبعت كيونج لأمها العقد، وبتقول لها انها محتاجة وقت عشان تفكر، وانها عندها كبرياء وعزة نفس. وبتتصدم امها من اللي عملته بنتها كيونج. وهنا بيجي والد جو بيسلموا على اهل كيونج اللي مش عارفة تقول لهم ايه، وهنا بيسأل عليها والد جو ما بتعرفش ترد عليهم. وبعد الحفلة بتروح امها تدور عليها في البيت وهي متعصبة منها، لكنها ما بتلاقيهاش موجودة. وتاني يوم ام جو بتهدد ام كيونج بمجموعة صور لبنتها، وبتقول لها لو ما تعاملتش مع بنتها وجابتها عشان تحضر العشاء العائلي مضطرة انها تعيد التفكير في مسألة الجواز. وبتتعصب اكتر بعدها ام كيونج، وده لان الموظف مش عارف يلاقي بنتها. واخو كيونج بيقول لها انه عنده حل وهيجيب لها اخته. وفعلا بنشوف اخو كيونج بيروح عند دو اللي بيسأل عليها في بيتها، لكنه ما بيلاقيهاش. وبالصدفة بتتصل بيدو عشان مش لاقية شغل، وبتحاول تتصرف في فلوس عملية جدتها. في اخر المكالمة بتطلب منه فلوس، وهو بيقول لها انه جاي لها حالا، وبتلاقيه في وشها وبيطلب منها يتكلم معاها. فبيقول لها انه عايزها تكون خطيبة لشخص، وبيقول لها هتكون خطيبة رجل الاعمال اللي اسمه جو صاحب مجموعة تاي إنج. وبنروح لجو لما بيكون ماشي وسط موظفينه، بيلاحظ ان في موظفة شاكك انه يعرفها، وبيلف عشان يبص عليها بس ما بيلاقيهاش فبيمشي. وبتوافق دو، وبتوصل بالليل دو مع اخو كيونج البيت، وبعدها بيعرفها على مامته وبترحب بيها، وبتقول لها ان هي تطلع تنام، وبتكون متضايقة منها لانها بنت فقيرة ولبسها مش عاجبها. وبنشوف اخو كيونج وهو بيوريها الأوضة اللي هتنام فيها، وبتكون دو مبسوطة بالمكان اللي هتعيش فيه. وبنرجع لمامة كيونج وهي مستعجبة بان دو شبه بنتها، وبتعتقد ان ابوها كان متجوز عليها. وهنا اخو كيونج بيقول لها انه مستحيل ان ابوه يعمل حاجة زي كده، وكمان سألت عن عائلة دو ابوها وكل اللي يعرفوها. وبيقول لها المهم في الاخر انها تقدر تعمل دور كيونج. وبنروح لدو اللي بتتمشى في البيت وبتدخل أوضة، ولما بتشوفها بتنبهر بالأوضة جدا، وبتقول ان دي أوضة أميرة. وبتشوف صورة كيونج وبتتصدم انها تشبهها جدا، وبتشوف المكياج بتاع كيونج وبتلاقي علبة وبتفتكر انها علبة حلوى، وبتطلع واحدة منها وبتاكلها وبتطلع مش حلو. وبيدخل عليها اخو كيونج وبيقول لها انها ما تعملش اي حاجة هنا غير لما تستأذنهم. وتاني يوم بيبدأ في تغيير شكل دو، ولما بتخلص من عند الكوافيرة بيرن موبايلها، وهي بتطلعه من جيبها فبتقع منها القلادة، وبتختفي القلادة تحت بوكي الورد. وبتكتشف بعدها ان القلادة وقعت منها، فبتقرر انها ترجع تدور عليها عند الكوافير. وفجأة بيجي جو اللي بيتفاجئ بيه اخو كيونج، واللي بيكون مستني دو، فبيتصل بدو عشان يعرفها ان جو في المكان اللي هي فيه. بس دو بتدخل الاسانسير وبيكون جو قرب منها، لكنه ما بياخدش باله منها لانه ركب الاسانسير وقفلت الباب، وده قبل ما يجي. واثناء ما بيكون جو مستني الاسانسير فبتتحرك القلادة ناحيته، وبيشوفها جو بياخد القلادة من على الارض وبيعلقها على بوكي الورد وما بيهتمش. وجو بيركب الاسانسير وبتخرج دو من الاسانسير، وبتلاقي القلادة متعلقة على بوكي الورد. وبعدها بيجي اخو كيونج وبيسألها لو قابلها جو، بس دو بتقوله ان هي ما شافتش جو وكانت بتدور على القلادة بتاعتها، وبتقوله ان القلادة عبارة عن تعويذة حظ، ولما خلعتها من ايديها قبل كده خسرت كل فلوسها، وكمان جدتها دخلت المستشفى، ولما رجعت البسها مرة تانية قابلتك وعرفت تدفع تكاليف جراحة جدتها، وامورها بدأت تتحسن معاها. والامور بدأت تتحسن معاها، وبتعرفه انها ما بتقدرش تستغنى عن القلادة دي. وبعديها بيوريها صورة ابو وام جو، وبتقوله انها تعرف اخوه الصغير وهو زعيم فرقة الوحوش واسمه تشوي كانج، وانها من المعجبين بتوعه. وبيقول لها اخو كيونج انها هتحضر العشاء معاهم، وانها هتقابل كل اللي في الصورة ولازم تفتكر كل شخص في الصورة. وبالليل بنشوف دو
وهي رايحة مع أم كيونج وأخو كيونج، وبينبه عليها إنها تعمل اللي قالها عليه، فبتطلب منه تروح الحمام وبيقول لها إنها ما تتأخرش عليه، وبتدخل الحمام وبتتفاجئ بالعمة اللي نصبت عليها وكمان خدت منها كل فلوسها، فبتهرب منها ودو بتجري وراها، وهي بتجري بيشوفها جو فبياخد باله منها وبيكون مش مصدق إن دي خطيبته، وبيروح وراها بيتأكد إذا كانت هي ولا لأ، بس ما بيعرفش يشوفهم لأنهم ورا الكراسي. أما دو بتكون بتتخانق مع العمة وبتاخد منها المحفظة عشان تضمن إنها ترجع لها الفلوس، فبتسمع تشوي وهو بينده على جو، وبتخلي العمة تمشي وبتقول لها انها مش عايزة منها الفلوس بتاعتها وبتخليها تمشي بسرعة. اما جو فبيقرب من دو بيلاقيها قاعدة لوحدها، وبيقول لها انها مشيت من وسط مراسم الافتتاح، وبيقول لها فكرة كويسة وعرفت انها هتخسر كتير، وهنا بتتأسف ليه وهي مش عارفة اي حاجة. ولما بتمشي معاه بينبه عليها انها ما تختفيش مرة تانية بدون علمه، وبيقول لها لو حاسة انها مش هتعرف تقوم بدورها كويس ممكن تنسحب منه دلوقتي، وانه في اكتر منها يتمنوا يكونوا مكانها. وهنا دو بتقول لنفسها ان الشخص ده مغرور وما بيفكرش غير في نفسه وما عندوش اي مشاعر. وهنا دو بتقوله لا ما تقلقش عليا هقوم بالدور كويس جدا، وبتتكعبل دو. ده بيخلي جو يحضنها لاول مره وبيزعق لها عشان حضنته، لكن هي بتقوله ان هو اللي ما بيعرفش يتصرف في المواقف اللي زي دي لانه تقيل الحركه. واثناء ما هم قاعدين بيتعشوا بتسال دو نفسها ان الشخص ده بارد جدا رغم اللي عمله معاها من شويه، وبتكون زعلانه برضه انها سابت العمه اللي سرقت منها فلوسها. وفجاه بيرن تليفونها باغاني البوب وبتحرج دو، وتشوي بيسالها اذا كانت بتحب اغاني البوب فبتقوله انها معجبه باغانيه، وبتسالها ام جو انهم اول مره يعرفوا انها من معجبين تشوي. وهنا دو بتقول لها لازم تعرف كل اهتمامات عيله خطيبها. وبيجي وقت تقديم الطعام، واثناء ما بتمسك الشوكه والسكينه ما بتعرفش فبتبص على اخو كيونج واللي بيساعدها انها تعرف تمسك السكينه. واول ما بتدوق الاكل بتستمتع بطعمه، فبيلاحظ والد جو انها بتاكل بطريقه غريبه، فبيقول لها انه معجب بطريقه اكلها لانه ما بيحبش طريقه بنات اليومين دول وهم بياكلوا. وبعدها بيقرر والد جو انهم ياخدوا خطوه في عرس جو، وده لانه نفسه يشوف احفاده زي زمايله. وبعد ما بيخلصوا الاكل بيقرروا الاهل انهم يسيبوا جو ودو يخرجوا مع بعض عشان يقضوا وقت لطيف، وبيقول لها انه غضبان منها عشان خلته يحضنها غصب عنه، وبيعتقد انها قاصده تعمل كده معاه. وبعدها بيقول لها انه هيسيبها دلوقتي عشان وراه شغل، وبتساله هو مش هيخرج معاها فبيقول لها انه عمل كده عشان اهله طلبوا منه كده، ومضطر يقول لهم انهم متوافقين مع بعض، وده عشان ما يقلقهمش عليه، وبيسيبها وبيمشي. وفي نفس الوقت بتقابل سيده الاعمال اللي قابلتهم اول المسلسل، وبتسال دو انها ما شافتهاش، وبيجي اخو كيونج وبينقذها من اسئله السيده وهم في العربيه. بتقول دو لاخو كيونج انها كانت متوتره وغلطت كتير، لكن اخو كيونج بيقول لها انه المهم انهم ما شكوش فيها وعدى العشاء على خير. ولما بتروح بتسمع ام جاي وهي زعلانه لان البيت بقى كله فوضى بسبب انها مشت الخدم. وتاني يوم الصبح بتصحى ام جاي وجاي وبيلاقوا دو نظفت البيت وكمان حضرت ليهم الفطار، فبيعجب بيها جاي وام جاي بتدوق اكل دو. ولما بتتصل ام جو بدو بتطلب منها تيجي البيت عندها، وفعلا بتروح دو البيت وبتديها كل حاجه عن اعمال جو عشان تعرف تفهم طبيعه عمله وكل حاجه عنه، وكمان الاكل اللي بيحبه واللي مش بيحبه، حتى ماركات لبسه والعطر اللي بيستخدمه. وفي الاخر بتنبه عليها ان جو ابنها اي خطوه بيخطيها بتكون بحساب عشان طبيعه عمله، وانها ما تعرفش هي قابلت مين وايه اللي هيحصل. وبتطلب منها انها تتعشى معاهم وتروح تتفرج على اوضه جو، ولما بتدخل الاوضه بتعمل دوشه فيها. ولما بيجي جو بيسالها كل ده عاملاه في الاوضه وهو كان فاكرها انها رقيقه، وطلعت انها بتمثل. وفجاه وهي خارجه من الاوضه بيوقفها جو، لكن دو بتزقه وبتهدده لو فكر يلمسها هتضربه وبتسيبه وبتمشي. ولما بتروح وبتقعد مع جاي بيطلب منها تحضر المناسبات ومن ضمنهم الذكرى السنويه لوالد جو، لكن دو بتقوله انه طلب منها تحضر العشاء مش كل المناسبات دي، لكن جاي بيقنعها انه هيفتح لها متجر باسمها، وبتوافق دو انها تروح تحضر كل المناسبات دي. ولما بتروح تحضر الذكرى السنويه بتقابل عائله جو، وجدته بتقوم وبتحاول تمشيها من البيت عشان حست انها مش هي خطيبه حفيدها. اما دو فبتقول لنفسها ايه الست المجنونه دي. اما سكرتيرة جو اللي هي صاحبه كيونج فبتتكلم مع دو وبتحاول تستفزها، بس دو طبعا ما بتكونش عارفه هي مين دي في العيله، فبتعرف دو ان اسمها رومي، بس اللي بتخرجها من اسئلتها وكلامها المستفز هي مامة جو. فبيجي جو وبيسالها بتعمل ايه، ودو بتقوله انها بتساعد في نقل شويه اغراض من البيت، لكن جو بيقول لها انهم مش محتاجين منها تعمل كل ده لانه اصلا في خدم في كل البيت، وكمان هي شغلها انها تاكل وتحط مكياج وتتسوق، يعني بالنسبه له هي مجرد زوجه ما بتعملش حاجه. وبيقول لها انها ما تتظاهرش انها بنت طيبه وبتساعد. وهنا دو بنتنا الذكيه بترد عليه وبتقول له مالك كده وانت بتتظاهر كانك شاب رومانسي وطريقتك هتخليني انجذب ليك، فبتنصحه انه يغير طريقته عشان هو شكله بيكون غريب وما فيهوش اي انجذاب ليها غير انه بيعصبها وبتسيبه وبتمشي، وده بيخليه يتعصب اكتر منها. وبعد شويه بيشوف جو هي في المطبخ وبتساعد الشغالين وبيتكلموا عليها انها غير بنات اليومين دول وكمان شاطره جدا في المطبخ، وده بيخلي جو يعجب باللي بيسمعه من الشغالين عنده. واثناء ما بياكلوا الشغالين بيتكلموا عن عائله جو ان الارواح هي اللي بتتحكم في جوازهم، وكمان مش بيختاروا اي حد بيتجوزوه من نفسهم، وده بعد ما ماتت زوجة الرئيس الاولى.
وبتقول انها توفت في حادث في شهر العسل، وكمان الشرطة ما قدرتش تقبض على الشخص اللي كان السبب في موت زوجة الرئيس. وفجأة بتيجي دو وبتسألهم هما بيتكلموا عن ايه، ولسه هيحكوا ليها بتيجي مامة جو بتهزق الشغالين وبتأمرهم ما يتكلموش في وقت العمل، وبتطلب من دو انها ما تقربش ليهم وكمان ما تسمع لهمش لان دول مجرد خدم وهي هتكون اميرتهم وهم مجرد خدم عندها. وبعدها بتاخدها عند الجدة وبتطلب من مامة جو تشيلها، لكن بيجي جوزها الجد وبيقول لها ان هو اللي هيشيلها، لكن الجدة بتزقها برجليها وبتوقعها، لكن دو بتقرر انها تشيلها هي، وفعلا بتقدر تشيلها بس الجدة بتعمل حمام وللاسف بيكون على دو، لكن دو ما بتعملش حاجة وبتقرر انها تكمل وتشيلها. وبيكون جو ورومي شايفين كل ده، وطبعا جو بيحس ان خطيبته اتغيرت وبيبتسم بسبب اللي عملته. وبعدها بتدخل دو الجدة وبتنيمها وبتنام جنبها وبتفكر دو في جدتها اللي بتتعالج وكمان قاعدة لوحدها وبتعمل ايه من غيرها دلوقتي. واخر النهار بيروح جو عند جدته وبيلاقي دو نايمة جنبها وبيكون عاجبه اللي بتعمله، فبيصحيها وبيقول لها تجهز عشان النصب التذكاري للعيلة بدأ. وبعد ما بيخلص النصب التذكاري بتلاقي دو ان الكهرباء بتقطع، فبتولع الشمعة وبتلاقي جو في وشها وبتتخض وبتقع عليه وبتشوفهم رومي وبتفتكر انهم بيقضوا وقت لطيف وبتتضايق وبتمشي. وهنا جو بيقول لها انها عملت كده بقصد عشان رومي تشوفهم بالوضع ده، لكن دو بتقول له انه خوفها وما كانتش تقصد حاجه من اللي حصلت. وبنروح لمامة كيونج اللي بتفكر في اسود بنتها وانها قلقانه عليها، فبيطمنها اخوها عليها وبيقول لها ان كيونج هتكون بخير واكيد هتعرف تتصرف. وهنا بنشوف جو هو قاعد مع رومي اللي بتكون زعلانه من اللي شافته وبتساله هو فعلا هيتجوزها، فبيقول لها جو انها فعلا هيتجوزها لان بابا ومامته اختاروها له. وبنعرف ان رومي بتحب جو، بس جو بيكون عنده وجهه نظر ان مفيش حاجه اسمها حب ومشاعر في الزمن ده، وبيقول لها انها ما تتجاوزش حدودها معاه، لكن رومي بتقول له ان هي الوحيده اللي وقفت جنبه، لكن جو بيقول لها انه ما طلبش منها تعمل كده، فبتعيط رومي وبتحضنه. وجو بيشوف دو هي بتراقبه من بعيد وبتهرب دو، فجاه بتشوف واحده ست بتمشي من قدامها وبتختفي وبتستغرب دو من اللي شافته. وبعد شويه بتسمع دو صوت قطه، وفجاه بتظهر مره تانية الست الغريبه بس بتختفي مره تانية لما بيظهر جو. وبعدها بيلاقي دو بتنقذ قطه فبتطلب منه يساعدها وبيمسك القطه، وبعدها بتطلع قطه كبيره ميته وبتكون دو زعلانه عليها وبتخلي جو يحفر حفره عشان يدفن القطه. وهنا جو بيتكبر وبيقول لها انت عايزه واحد زيي يحفر حفره عشان يدفن قطه؟ فبتقول له ده عمل انساني ملوش علاقه بوضعك الاجتماعي، ولما بيحفر وما بيعرفش يحفر هنا دو بتقول له امسك انت القطه، وبتقول له ازاي انت راجل مش قادر تحفر حفره. وبعد ما بتحفر الحفره فبتاخد منه القطه وبيشوفها وهي بتعامل القطه بحنيه. اما ابو جو فبيقول لزوجته ان دول هي كيونج بنت كويسه ورقيقه جدا وبيكون مبسوط منها، وبيقول كمان انها مش زي بنات اليومين دول. اما زوجته فبتقول له انها حاسه ان دو هتغير من شخصيه جو، بس زوجته بتتكلم معاه عن اللي حصل لزوجته اللي ماتت زمان وده بيعصبه وبيخليه يزعق لها وبيسيبها وبيمشي. اما جو فبيوصل دو والقطه اللي مع دو بتبهدل المكان فبيزعق لها جو. ولما بتدخل بيت كيونج بيقول لها اخو كيونج عندها حساسيه من القطط والكلاب وما بتقدرش تلمسهم، وهنا بيزعق لها عشان تصرفاتها غير كيونج وممكن ترجع في اي وقت. وهيلاحظ جو ده لما يلاقي كيونج شخصيتها اتغيرت وهيشك فيهم، فبيقول لها لما تكون هنا هي دلوقتي مش دو المفروض تكون كيونج وتعمل كل حاجه كانت بتعملها كيونج وبتعتذر ليه وقتها دو. وتاني يوم الصبح بتروح دو الشركه عند جو اللي بيستغرب من طريقه لبسها وخصوصا القلاده، وفجاه بتظهر الموظفه اللي طردها جو وبترمي عليه طماطمايه، وهنا دو هي اللي بتنقذه وبتقف قدامه وبتتبهدل هي بالطماطمايه. وهنا دو بتعرف حقيقه جو انه ما عندوش قلب وقطع عيش ست غلبانه، وكمان بدل ما يشكرها بيطلب من رومي انها تاخدها قبل ما حد من الصحفيين يصورها وهي معاه. وبعدها بتسال دو رومي عن الست اللي حاولت تضرب جو بالطماطم، فبتقول لها رومي ان جو مسكها وهي اثناء العمل بتدخن سجاير فطردها من العمل. والمشكله بتيجي بنت موظفه معاها لبس لكيونج وبتتفاجئ انها تعرف دو، بس رومي بتقول لها بتعملي ايه دي السيده كيونج، والبنت بتتاسف ليها وبتقول لها انها شبه واحده صاحبتها تعرفها. وبعدها بنشوف ابو جو هو بيزور ابو زوجته اللي ماتت من 30 سنه، لكن ابو زوجته بيقول له انه ينساه وما يجيش يسال عليه تاني. وبنروح لدو اللي بيكون في مؤتمر صحفي عن نجاح جو وبتساله الصحفيه عن علاقته بخطيبته، وهنا جو بيقول انه بيعاملها افضل من كل اللي في الشركه، وطبعا دو بتبص له بقرف وبتكون متغاظه من طريقه كلامه. وبعد ما بيخلص التصوير بيجي واحد وبيسال دو انها كانت عازفه بيانو، وهنا بتتصدم دو من سؤاله لكن بتضطر تقول له انها بتعرف تعزف. وهنا بتقع في موقف صعب لما بيطلب منها انها تعزف لهم مقطع عشان يكملوا تصوير، وبتقوم دو وهي خايفه ومش عارفه هتعمل ايه. وهنا بتطلب ميه عشان عطشانه وبتقرر البنت اللي تعرفها تجيب لها الميه بنفسها. ولما بتقعد دو على آلة العزف بتكون بتترعش ومتوتره جدا وكمان خايفه قوي، بس البنت لما بتجيب الميه بتوقع الميه على آلة البيانو، وده عشان تنقذ دو وتطلعها من الموقف المحرج ده. وبعد ما بتخلص دو اللقاء الصحفي فبتروح للبنت اللي تعرفها في
في مخزن الشركة، وبتشكر صاحبتها وبتقول لها صاحبتها انها عارفاها، وكمان لما وقعت في مشكلة زي اللي من شوية قررت انها تساعدها وتخليها ما تعزفش على البيانو. وبتسألها صاحبتها هي ازاي بقت خطيبة جو، فبتعرفها انها شبه الأميرة وانه اخو الأميرة هو اللي طلب منها تعمل كده، وده عشان الأميرة سابت البيت وهربت. وبعد ما بتخرج جو من الشركة بتلاقي الموظفة لسه واقفة قدام الشركة وكمان عاملة احتجاج بسبب طردها من العمل، فبتروح لها جو بتقول لها انها سمعت انها كانت بتدخن اثناء العمل، لكن الموظفة بتقول لها انها اول مرة تدخن في العمل. وهنا دو بتطلع لها فلوس وبتديها لها وبتقول لها انها هتحاول ترجعها الشغل مرة تانية. وهنا دو بتروح لجو وبتطلب منه يرجع الموظفة عشان بتصرف على اخواتها الايتام، لكن جو بيرفض ده وبتنفعل دو وبتديله درس في الانسانية وبتقول انه ما بيهتمش غير بنفسه، وانه لو هو مكانها كان احتاج الشفقة من اللي زيه، وان اللي زيه اتولد وفي بقه معلقة دهب واكيد عمره ما هيكون عنده قلب ولا هيعيش كإنسان، وبتسيبه وبتمشي. ولما بتخرج دو بتحس انها غلطت عشان نسيت دورها واللي بتعمله وفكرت في الموظفة. ولما بتروح بيت كيونج بتلاقي اخو كيونج متعور في ايده وبتتخض عليه وبعدها بتحط له الاكل، ولما بيكون بيلبس بتدخل دو عشان تعمل له الكرافات، وده طبعا بيخليه مستغرب من تصرفاتها لكنه ما بيهتمش. ولما بتخرج مع صاحبتها بتلاقي في الشارع في مسابقة الكعك واللي هيفوز هيكسب شاشة، وبتكون دو مترددة تدخل المسابقة بس في الاخر بتقرر انها تشارك فيها وبعدها بتفوز في المسابقة. وهنا بتتفاجئ ان حماتها واقفة وبتكون من اللي بيتفرجوا على السباق، فبتقرر تغطي وشها بالكعكة عشان ما تعرفهاش، بس بيجي جو وبيسأل امه هي واقفة ليه وبياخدها وبتمشي وبتكون حاسة انهم شافوها. وبعدها بتلاقي جو مستنيها وبيزعق لها عشان هي سابت امه ودخلت مسابقة الكعك، وبيتفاجئ بلبسها الغريب. وبتيجي رومي وبتكون دو مش عايزاها تشوفها بالمنظر ده وبتسألها رومي هي ليه لابسة كده، بس جو بيقول لها تسيبها دلوقتي وبعدين هيتكلم معاها. ولما بيركب العربية مع رومي بيتكلم جو معاها وبيقول انه اول مرة يشوف كيونج بتتصرف بغرابة وكمان بتدخل مسابقة الكعك. وهنا رومي بتستغرب ان كيونج بتعمل كده لانها ما بتحبش السكريات ابدا. وهنا جو بيقول لها ان ده كمان بتحب القطط، ورومي بتقول له ان كيونج عندها حساسية من القطط والكلاب. وبنروح لجو وبيسأل رومي انها هي اللي نشر الفيديو بتاع كيونج وبيطلع فعلا ان هي اللي نشرته، فبيقرر جو انه يطرد رومي من الشركة بسبب اللي عملته. وبنشوف اخو كيونج وهو بيعزم دو على كعكة بالسكر، فبتفرح دو جدا وبتشكره على اللي بيعمله معاها وده لانها تسببت ليهم في مشاكل كتيرة، وبيوعدها انه هيعتني بيها. وفجأة بيلاقي حتة كعكة على بقها فبيمسحها لها، وهنا بيجي خطيبها اللي بيقول انه ما عندهاش اي مشكلة وبتضحك مع اخوها ومش حاسة بالفيديو اللي سبب ليها مأساة كبيرة. ولما بيروح عنده فبتسأله دو هو ايه اللي جايبه دلوقت، وهنا جو بيسألها وبيقول لها جاي اشوف شعورك وانتي مشهورة على الانترنت. اما اخو كيونج فبيقول له يا راجل دي كانت بتعيط اليوم كله بس خرجتها عشان تبطل عياط. وهنا جو بيطلب منه انهم يتكلموا لوحدهم عشان في شوية اسئلة عايز يعرفها منه، بس دو بتخلي جو ما يروحش يتكلم مع اخو كيونج وبيطلب منهم يحضروا حفلة الوحوش بتاعه اخوه الصغير. ولما بتدخل ترقص في الحفلة ما بتعرفش ترقص وكانت هتقع وسط اللي بيرقصوا، فبينقذها جو وبياخدها في مكان بعيد عن الحفلة ولسه هيقرب منها فبتضربه دو براسها. وفي الحفلة بعد ما بيخلص اخو جو بيقدم للجمهور اخوه خطيبته، والجمهور هنا بيطلب من جو انه يبوس خطيبته قدامهم. هنا جات له الفرصة على الطبطاب بدل ما هي يا عيني بتضربه كل مرة، وفعلا بيبوسها وهي ما بتقدرش تعمل معاه اي حاجة. وبعد ما بتروح دو بيت كيونج ام كيونج بتعتذر لها عن اللي عملته معاها، وتاني يوم بتتصل حمات كيونج بدو وبتطلب منها تجيلها البيت. ولما بتروح بتنبهر حماتها بالاكل اللي عملته دو، وبعدها بتروح عند حماها وبتدوقوا طعم اكلها وفعلا بيعجبوا اكل دو جدا. وهنا حماها بيكون مبسوط لما شاف فيديو الكعكة اللي اكلتها دو لدرجة انه بيضحك بسببها وبيكون مبسوط منها جدا. وبعدها بتلعب معاه وفجأة بتدخل ام جو عليهم وبتشوفهم وهم بيلعبوا مع بعض وبيخسر فبتعاقبه دو. اما حماتها فبتكون اول مرة تشوف جوزها سعيد بالشكل ده. اما رومي فبتشوف فيديو جو هو بيبوس كيونج وبتكون هتطق من الغيرة، وفجأة رومي بيغمى عليها وبتقع على الارض. وبعدها بيروح اخو جو لجو وبيتكلم معاه عن اللي عمله مع رومي لدرجة انه بيعامل كل اللي حواليه واقرب الناس ليه كانهم موظفين عنده، وده بيخلي جو يروح يطمن على رومي. وبعدها بيخرج جو لما بتدخل دو عشان تطمن عليها بتديلها علبة هدية، لكن رومي بتاخد الهدية وبترميها في سلة الزبالة. وبيعتذر ليها اخو جو عن اللي عملته رومي فبتمشي دو. وبتعرف بعدها دو من صاحبتها ان اللي نشر فيديو الكعكة هو رومي. وفجأة بالليل بتتصل ام كيونج بدو وبتقول لها تعتني بابنها لانها مش هتقدر تيجي النهارده. وبنعرف انها عند بنتها كيونج اللي عامله نفسها انها بتدور عليها، وبنعرف ان ام كيونج وبنتها هما اللي خططوا لكل ده. وبنعرف ان خطة كيونج وامها ان يظهر ليها شبح الست الجميله اللي بتقتل الزوجه الاولى لعيله جو، وعشان تقدر تكمل كيونج وتتجوز جو لازم يتجوز واحده تشبهها من غير ما يعرف، وتموت الزوجه الاولى اللي هي دو وبعدها تكون الزوجه الثانيه هي كيونج. وبنعرف برضو ان ام كيونج راحت لراهب العيله وعرفت منه السر ان في لعنه للجوازه الاولى البكر وانه هيتم التضحيه بيها. وبتعرف ان عيله جو قرروا انهم يجوزوا ابنهم من كيونج عشان عارفين انه هيتم التضحيه بيها، وده لان جو مش بيحب كيونج ولما هتموت مش هيزعل عليها، وهيجوزوه بعدها لرومي البنت اللي بيحبها. وبنرجع للوقت الحاضر وبنشوف كيونج وهي بتراقب كل تحركات دو وبتكون قريبه من بيتها، والمفاجاه اننا بنعرف ان
ان اخو كيونج مش اخوها الحقيقي، وبتقول لها امها انها ما تثقش فيه لان الاخوات الحقيقيين اليومين دول بيطعنوا بعض، امال هيعمل ايه اخوك اللي مش حقيقي فيكي، وعشان كده ما تثقش فيه. وبنشوف دو هي قاعده مع اخو كيونج وبيتكلم معاها وبيحكي انه لما كان عنده 7 سنين امه جابت له كعكه في عيد ميلاده بس نسيت تجيب له الشمع، وكان كل اصحابه حاضرين عيد ميلاده واحتفل بعيد ميلاده بس من غير ما يكون في الشمع اللي هيطفيه، وساعتها غضب جدا منها، وساعتها امه راحت بسرعه تجيب له الشموع من المتجر، بس يومها ما رجعتش تاني. ولما راح عشان يطمن عليها لقى امه ميته وفي ايديها الشموع اللي كانت جايبها له، وبتكون امه ماتت في المكان اللي هم قاعدين فيه، وبتفهم دو ليه هو قاعد في المكان ده وحيد وحزين. وبعدها بيروحوا وبيكون اخو كيونج سكران طينه ودو شالته بالعافيه، ولما بيقفوا لسه هيبوسها فبيجي جو في الوقت ده بالعربيه بتاعته، فبتساله دو هو ايه اللي جابه في الوقت ده، فبيقول لها جو انه جاي عشان يحضر عيد ميلاد اخوها، بس اخو كيونج بيقع بسبب انه شرب كتير، فبيشيلوا جو وبيروحوه على البيت. وتاني يوم الصبح بنشوف ام كيونج وبتقول لها انها هتحط لها اكل كتير في التلاجة يكفيها شهر، وانها هتمشي دلوقتي عشان اخوها اكيد قلقان عليها. واثناء ما هي قاعده مع امها بتلاقي رساله جت من اخوها، فبتقول لامها ان بتجيلها رساله منه كل يوم، فبتقول لها انها ما تردش على اي رساله منه ولا حتى على رناته. وبعدها بتروح دو تقابل اصدقائها اللي بيكونوا مع رومي، وفي الوقت ده بيجي جو وبيقعد معاهم كلهم عشان يتغدوا. وهنا اصدقاء كيونج بيقولوا لجو انهم بيحسدوا كيونج عشان ارتبطت بالشخص المناسب ليها، وجو بيقول لهم انهم يدوروا هم وهيلاقوا الشخص المناسب ليهم. اما رومي فبتسال جو تعمل ايه لو واحده بارده خطبت الشخص المناسب ليها، والكلام ده على دول اللي بتبص لها بقرف، بس ابننا جو بيقول لها انها تفقد الامل فيه وتدور لها على شخص غيره عشان لو فضلت تنتظره هيكون ضاع الوقت ليها. بس رومي بترد عليه وبتقول له انها هتستنى لانها متوقعه ان الشخص المناسب ليها اكيد هيجي يوم وهيتغير قلبه من ناحيه خطيبته. دي رخمه قوي البت دي. ولما بتوطي دو بتشوف رومي وهي بتلمس جو برجليها وبتقول دو ايه الوقاحه دي، وبترجع لمكانها وبتطلب من جو انهم يروحوا عشان هي اتاخرت. ولما كلهم بيقوموا عشان يمشوا بتلاقي رومي انها مش عارفه تقوم، فبيطلع ان دو اخدت جزمتها منها، فبترميها لها وبتقول لها دو عيب اللي بتعمليه ده، المره الجايه هخليكي تروحي حافيه، وبتسيبها وبتمشي. ولما بتروح دو بيت كيونج بتقول لام كيونج واخوها عن علاقه رومي بجو وانها عاوزه تتقرب منه وتاخد مكان بنتها. وهنا ام كيونج بتكلم دو بلطف وبتقول لها انها هتقدر تخلي جو يتعلق بيها وتقدر تزهق رومي لان املها فيها كبير جدا. اما اخو كيونج بدا يحس بالغيره على دو، وبالليل بيخرج مع دو بتكون كيونج لابسه كمامه وبتشتري حاجات بس اخوها ما بياخدش باله منها، ومره تانية بيكون شاكك انها هي. وفجاه بتيجي عامله المتجر بتقول ان دو نسيت الكيس بتاعها، لكن دو بتقول لها انها ما نسيتش حاجه. وبيعرف هنا اخو كيونج ان اللي كانت هنا هي اخته، وبيخرج بسرعه من المتجر يدور عليها بس ما بيلاقيهاش. اما دو بتروح هي كمان تدور عليها بس المشكله انها كانت عربيه هتخبطها، وبينقذها اخو كيونج وبيقول لها انه اتخض عليها لانها هي كمان مهمه بالنسبه له. وبعدها بتتصل كيونج بامها وبتقول لها انه اخوها شافها وكان هيعرف مكانها، وامها بتحذرها انها ما تروحش المتجر ده مره تانية، ولما تخرج مره تانية كمان ما تتصلش بيها غير لو اتصلت بيها هي وتاخد حذرها. وتاني يوم بتروح دو تسال صاحبتها لو كان جو ورامي مع بعض على طول في وقت العمل، وبتقول لها رامي انهم مع بعض على طول وما بيفرقوش بعض ابدا، وبتقول لها انهم بيتوا مع بعض امبارح في الفندق، وبتاكد كلامها صاحبتها وبتخليها تشوفهم وهم خارجين مع بعض. فبتقرر دو انها تروح وراهم بالعربيه بتاعتها، بس جو بيكون شايفها وبيعمل انه مش واخد باله. ولما بيوصل في بيت في الريف فبتنزل تمشي وراه بس بتفضل تراقب فيه من الشباك لحد ما بيجي الليل، وبتكون دو حست انها بردانه وهتتجمد، فبيجي جو بالبندقيه وبيقول لها بتعملي ايه هنا، وبيقول لها انه افتكر ان في حيوانه واقفه بره البيت بتراقبه، بس طلعت اللي بتراقبه هي خطيبته. ولما بيدخلوا جوه البيت بيقول لها انت فاكره انك ذكيه عشان تمسكيني مع واحده، وهنا دو بتتعصب وبتقول له انت فعلا في حاجه بينك وبين رومي، بس هو طلع ذكي وبيقول لها انه بيخاف على سمعته لان ممكن حد يعرف ان واحد زيه مخطوب وليه عشيقه تانية غير خطيبته وكمان زميلته في العمل. وهنا بيسالها كمان لو حابه تسرب ده للصحافه وتطلب منه تعويض عشان كمان عملت لك مشكله عاطفيه، بس هي بتقوم عشان تمشي لكن هو بيشدها وبيحاول يقرب منها فبتعض وبتقوم وبتتعصب عليه وبتديله درس في الاخلاق وبتسيبه وبتمشي. بس جو بيقول لها انها ما تختلفش عن غيرها وان كل اللي زيها طمعان في ثروته وامبراطوريه تاي كيونج، وان كل هدفها هو انها تاخد منصب ومجموعه من شركاته وتكون الاسم مراته. وبيقول لها في الاخر انها تروح بيتها ومش هتلاقي في الشارع غير الضلمه اللي هيكون حالها لما تمشي، فتاخد حذرها لما تسوق عربيتها. ولما بتسوق العربيه دو بتكون مش شايفه حاجه وفجاه بتظهر قدامها البنت الشبح، كمان بتختفي فجاه وبتظهر لها اشارات الطريق الغلط عشان تعدي منه، وبيكون الطريق الغلط ده انها ترجع مره تانية عند بيت جو. اما جو بيكون قاعد وبيفكر في اللي عملته دو معاه وعضتها اللي علمت في ايده، بس في نفس الوقت بتدخل دو عنده وبتساله لو كان جعان، وهنا دو بيعترف لها بشجاعتها فبتدي له بصله يقشرها، وهو بيقول لها انت عبيطه عشان اقشر لك بصله، فبتقول له دو انه عنده ايد يحضر بيها اكل وما ياكلش بيها بس. وبعدها بتتصل باخو كيونج وبتقول له انها في المنزل مع جو، وهو بيقول لها تتصل بيه لو حصلت ما بينهم حاجه. ولما بيروح عشان يقول لامه بيدخل يلاقي موبايل امه الخاص وبيفتحه وبيلاقيها متصله بكيونج، وكيونج متصله بيها فبيقرر انه يتصل باخته بس بيلاقي البريد الصوتي اللي رد عليه. وهنا بتدخل امه عليه وهو بيقول لها ان دو بايته
مع جو الليلة، وده عشان ما تاخدش بالها وما تستغربش من وجوده في اوضتها. وبنعرف ان كيونج هي اللي خلت واحدة تانية ترد على جو. وبنرجع لدو اللي بتحضر الاكل لجو، وبدل ما بيشكرها انها تعبت فبيقول لها انه كان في العمل اليوم كله وعامله لي الوجبة الخفيفة دي بس. فدو بتقول له انه يدوق اكلها، وساعتها هيعرف ان عمره ما داق الاكل ده ولا مرة في حياته. ولما بيدوق الاكل بيقول لها رأيه انه هيكون عذاب ليه لو عملت له كل يوم بعد ما يتجوزها. فبتاخد الطبق من قدامه لكن هو بيرجعه، وبيقول لها انه هياكل عشان هي تعبت في تحضير الاكل مش عشان طعمه. ولما بيسألها عن اكلها المفضل فبتغلط الاول، بس بتقدر تقوله على الانواع اللي بتحبها كيونج. وبيسألها عن القلادة اللي في ايديها، فبتقوله ان في حد اداها لها وانها حاسه انها هيتجيب لها الحظ، بس برضه بيتريق على اكلها. فبتقرر دو تخليه يغسل الطبق هو، وبتقوله انه ما قشرش غير البصله بس. وهنا بكل ثقه بيقول لها انه مش من الناس اللي تأمرهم هي، بس هي بتخليه يروح يغسل الاطباق، وهو بيدلق عليها الاكل عشان ملابسها تتوسخ. واول ما بتتعصب عليه بيعمل فار وبيروح يغسل الاطباق بسرعه زي ما هي لسه عضاه المره دي، ولو رد عليها هتاكله. ولما بتدخل دو عشان تغسل ملابسها بتكون لابسه ملابس خفيفه، وبتقع على الارض ورجليها بتتلوي ورقبتها كمان بتتكسر. وبينده عليها جو وبيكسر الباب عشان يطمن عليها، فبيقول لها انه هيتصل بالاسعاف وتجيلها بسرعه. وبيروح بعدها يجيب لها لبس عشان يسترها، ولسه هيلبسها ملابسها فبتزعق له. وهنا جو بيقول لها لو عاوزه بكره الناس يشوفوها بفيديو وهو بينقلها الاسعاف بدون ملابس عادي، فبتطلب منه يطفي النور عشان تلبس. وفعلا بتلبس هدومها. وتاني يوم الصبح بتكون دو في المستشفى، وبيكون جو جنبها طول الليل، وبتكون عايزه تروح الحمام، فبيشيلها وبيحطها على كرسي بعجل. وبيقول لها انه اول مره يعمل حاجات غريبه زي تقشير البصل وغسيل الصحون. وبنشوفه بعدها وهو نايم جنبها في المستشفى ومش عاوز يسيبها. وبعدها بنشوف اخو جو هو بيوري رومي فيديو ليها وهو بيديلها دبوس، وبتتعصب رومي وبتكون متوقعه اللي عملته كده هي كيونج. ولما بيروح جو دو بيكون اخو كيونج قلقان عليها، وبيلاحظ انها ماسكه ايده، فبتسيبها بسرعه وبتمسكه هو عشان ما يلاحظش حاجه. وهنا جو بيطلب لاول مره انه ياخد باله منها، وبيعرف اخو كيونج ان جو بدا يحب اخته اللي هي مش اخته بسبب تصرفاتها. ولما بيدخل اخو كيونج اوضتها بيسالها كانت بتعمل ايه في بيت جو في الريف، فبتقوله انها شافت رومي كانت معاه وراقبته، بس بتطمنه ان مفيش حاجه حصلت بينها وبين جو. وبيطمن اخو كيونج لما بتقوله كده. ولما بيمشي بتفكر دو بتكون محتاره، وده لانها لاحظت اعجاب اخو كيونج بيها وجو اللي اتغير بسببها، وبتفتكر مواقفه معاها لما اعتنى بيها في المستشفى. وفي الاخر بتقول لنفسها انها تشيل الفكره دي من دماغها وتنتبه للخطه بتاعتها ودورها فيها. اما جو لما بيروح بيت جدته بيلاحظ ابتسامته، وكمان لما بتقول له مربيته انه هيتجوز قريب واكيد هيكون سعيد. وفعلا بيكون جو باين عليه انه سعيد من نظراته وعدم اعتراضه ليهم وبيمشي. وهنا المربيه بتتكلم عن جو اللي لاحظت انه بيحب كيونج، وبتتكلم وبتقول انها خايفه لما يتجوز يحصل له زي ما حصل لزوجة ابوه زمان، وكمان تموت كيونج ويفضل حزين طول عمره. وبيكون سامع كل ده ابو جو، فبيخرج ابو جو وبيتكلم مع ابنه عن كيونج اللي هي دو لما لعبت معاه لعبه الطاوله وخلته بيضحك وسعيد جدا بسببها، وبيكون عاوز يصارحه بالحقيقه بس ما بيقدرش. وبعدها بيفتكر ابو جو زوجته اللي كان بيحبها، وفجاه بيشوفها اتحولت وبتنزف دم، وبيطلع انه كان بيحلم. وبالليل بتروح دو تسهر مع صاحبتها الموظفه، وبيجوا اتنين بيطلبوا من صاحبتها دفع الدين اللي عليها بدل ما يعتدوا عليها، بس دو بتتعصب عليهم وبتقرر تضربهم. وبنشوف في نفس الوقت رومي بتكون بتبعت رقم صاحب الفيديو، وبتكون قربت توصل لبيت صاحبة دو، اما دو بتضرب فيهم بالمقلايه وبتخلي وشهم شوارع، وبيهربوا من المكان بسرعه. وفجاه بتكون رومي ورا دو، وبتعرف دو ما بتقدرش تدور عشان ما تشوفهاش رومي، فبتاخد نفسها وبتهرب منها بلبسها الغريب اللي طبعا شافته رومي. ولما بتروح البيت بيقابلها جو اللي بيكون مفكرها واحده عاديه وما بياخدش باله منها، وبيروح عشان يسال عليها في البيت، وبيفضل واقف قدام البيت وهي عاوزه تدخل وما بتعرفش بسببه، فبتقرر انها تتسلق السور. وبعد شويه بيفتكر ان البنت اللي زعقت له هي كيونج، فبيروح يتتبع المكان اللي مشيت منه وبيلاقيها بتتسلق السور وبينده عليها، وبيسالها بتعمل ايه بره البيت بالليل، وهي بتتوتر وبتقع من فوق عليه وبيكون اتعور في ايده، وبدل ما بتزعل عليه بتزعل على البطاطا اللي باظت منها. وهنا بيقعد وهي واقفه قدامه وبيسالها هي ايه اللي بتعمله ده، وعايز يفهم طريقه تفكيرها اللي كل شويه بتوقعه في مشكله، وبيقول لها انها هتخليه يموت بنوبه قلبيه بسبب كل شويه بتقلقه عليها. وبعدها بتشوف الكعكه اللي جايبها لها فبتاكل منها، وبتعزم عليه انه ياكل البطاطا اللي وقعت منها على الارض، فبيقول لها انها مش نظيفه وهي بتقول له انها نظفتها، فبيدوق البطاطا وبتعجبه جدا. وفجاه جو بيقرر انه يبوس كيونج، وبيشوفهم اخو كيونج اللي بيكون متضايق بسبب اللي شايفه من بعيد. وبعدها بنشوف دو هي في الشركه، وبيكون خاتم الحفله اتسرق واللي بتكون رومي مسؤوله عنه، وبيتهم جو موظف الامن عشان عنده ايتام واحتاج لكارد، وبيشك فيه ان هو اللي سرق الخاتم وبيضربه بالقلم. وهنا بتدافع عنه دو، بس جو بيأمر الحرس انهم يسلموه للشرطه، فبتروح دو للقسم عشان تشوف الحارس اللي تم اتهامه بسرقه الخاتم، وهناك بتعتذر له. والمفاجاه بيحكي لها عن اللي حصل، وبتطلع انه شاكك في صاحبة دو اللي وقع منها اوراق الشركه وراح عشان يساعدها. ولما بتروح الشركه بتشوف الناس اللي مدينينها واخدين صاحبة دو في المخزن بالغصب،
وبتدخل عليهم وبتلاقيها هي اللي اخدت الخاتم وبتديه لهم غصب عنها، فبيخافوا من دو وبيمشوا. فبتاخد دو الخاتم وبترجعه لمكانه في مكتب جو، وده عشان تلم الموضوع ومحدش يتأذي بسببه. بس المصيبة ان في موبايل بيصورها وهي بترجع الخاتم، وبالليل بتوري رومي الفيديو بتاع كيونج وهي بترجع الخاتم مكانه، ولما بيعرف بيروح يزعق لها وبيواجهها باللي هي عملته، وبيكون مفكرها انها هي اللي سرقته، وبيقرر انه يعيد التفكير في موضوع الجواز منها. وتاني يوم بتقرر صديقة دو انها تروح تعترف باللي عملته لجو، وبعدها بالليل بتروح رومي لأم جو وبتقول لها أم جو ان جواز جو وكيونج هيستمر، وانها ما تضيعش وقتها في انها توقع بين جو وكيونج. وبعد ما بيعرف جو الحقيقة بيقرر انه يروح يصالح دو، فبيروح لها السينما عشان يرخم عليها. وبعدها بيروح 2 من البنات عند رومي وبيوروها فيديو لما كانت بتضرب 2 زباين عشان ما دفعوش الحساب، وبتبدأ رومي تربط الأحداث اللي حصلت مع صاحبة دو. وهنا رومي بتقرر أول حاجة تعملها انها تخلي دو تجهز عشان تعزف على البيانو، فبتتصل بأخو كيونج عشان تعرفه، وبتكون دو هتعزف في حفلة أخو جو. وهنا بتقرر أم كيونج إنها تخلي كيونج تروح مكانها الحفلة وتعزف هي، وبتتفاجئ دو بكيونج قاعدة قدامها في أوضة تغيير الملابس. وفعلا بتدخل كيونج مكان دو الحفلة وبتقعد تعزف، أما أخو كيونج عامل زي التايه ومش عارف اللي بيحصل، فبيروح ينده على دو اللي بتسأله عن أخته اللي دخلت مكانها الحفلة، وبيتصدم من كلامها. ولما بيرجع البيت هو ودو بيلاقي كيونج قاعدة مع أمه في البيت، فبتاخدها أمه عشان ترتاح. وهنا دو بتقول لأخو كيونج إنها فرحانة عشان دورها انتهى، أما كيونج فبتكون خايفة وبتقول لأمها هتعمل إيه لو مشت البنت اللي شبهها دلوقتي، لكن امها بتطمنها انها هتخلي دو ترجع مرة تانية وتكمل الخطة بتاعتهم مرة تانية. وهنا دو بتروح عند كيونج وبتطلب منها انها تمشي عشان مهمتها انتهت، لكن كيونج بتحملها الذنب لانها بتقول لها اولا هي كانت الخطوبة اتفشكلت لكن هي خلتها بدأت من جديد، لكن دو بتقول لها ان جو شخص لطيف وممكن تتعامل معاه بشكل ألطف، لكن كيونج بتقول لها انه ما عرفش يميز شكل خطيبته الحقيقية وشكل واحدة تانية، ازاي هتعيش مع شخص ما يعرفش يميز زوجته المستقبلية. فبتديها دو ورقة بكل حاجة حصلت مع جو عشان تعرف طباعه اللي كانت معاه، وبتكون دو مصممة انها تمشي فعلا، وبتسيبها كيونج تمشي بس بيرن الموبايل، وبيكون والد جو عاوز كيونج عشان تلعب معاه. وهنا دو بتحس انها فقدت اهل جو اللي بيعاملوها زي بنتهم، اما كيونج بتدي دو باقي حسابها عشان تمشي. بس قبل ما تمشي دو ام كيونج الشيطانة بتمثل عليها انها حبتها زي بنتها، وبتعرض عليها تفتح لها مطعم في سول، وده كانت امنيتها من زمان، وده عشان تكون تحت امرها، وكمان تبعدها عن الانظار عشان محدش يدور عليها من اهل جو، وده لو اكتشفوا بحقيقة اللي عملته. اما دو اللي قلبها متعلق بجو حبة وبأخو كيونج حبة، فبتفتكر ذكرياتها مع جو هي بتحضر ملابسها، اما اخو كيونج فبيقرر انه يوصل دو. اما كيونج بتكون باصة على دو هي ماشية وبتقول لنفسها انها مش هتخليها تهرب من خطتها وهتكون هي الضحية الاولى مكانها. وبعدها بتروح دو لصاحبتها تديها فلوس عشان تسد الدين بتاعها، فبتشكرها صاحبتها جدا. ولما بتروح تبات في فندق عشان تكمل مروح بتتفاجئ بجو اللي بيكون في الفندق، فبتهرب من المكان لكنها بتقع على الارض، فبتنسى القطة بتاعتها، فبيروح جو يقرب من القطة وبيفتكرها، وبعدها بيروح عندها وبيقول لها انتي مستخبية مني ليه، وبيقعد جنبها يتكلم معاها، بس حظها انه بيكون مشغول، وبتديلها الجاكيت بتاعه واللي كان معاها، فبيقول لها ممكن تجيبه معاها الليلة لما تروح عند ابوه، فبياخده منها وبيمشي، وبتكون دو زعلانة انها مش هتشوفه مرة تانية. اما جو فبيفتح الكيس اللي فيه الجاكيت وبيلاقي البطاطا اللي بتحبها دو، فبياكل منها وبيكون مبسوط جدا وهو بياكلها. ولما بيدخل عليه الحارس بيتفاجئ انه بياكل بطاطا وبيتكسف جو، فبيديله بطاطايه وبيقول له كل وانت ساكت. وبنروح لكيونج الحقيقية لما بتكون عند بيت ابو جو ومع المربية كمان، وبتطلب منها تطبخ الاكل اللي كانت بتطبخه دو المرة اللي فاتت، وبتكون كيونج مش عارفة حاجة وكمان ما بتعرفش تطبخ، وبتستغرب من اللي بتطلبه منها المربية. ولما بتمسك السكين عشان تقطع السمكة بتكون مش عارفة تعمل حاجة، وبتصرخ لما المربية بتستغرب منها عشان المرة اللي فاتت قطعتها بكل سهولة، بس كيونج بتقول لها انها كانت مرهقة بسبب عزفها على الموسيقى المرة اللي فاتت. وبعدها بيجي جو اللي بيكلمها بشكل مختلف، وبتلاحظ تغيير في المعاملة بعد ما كان مع جو، وبيقول لها انها نسيت كيس البطاطا بتاعها الصبح في الكيس، وكمان بيفكرها بالعضة اللي عضتها له من كام يوم فاتوا. ولما بتقعد تاكل معاهم بتلاحظ عيلة جو انهم اتغيروا من ناحيتها وبيعاملوها بشكل افضل من الاول. وبعدها بيطلب ابو جو منها تلعب معاه، بس بتتفاجئ انها هتلعب مع تحدي وكمان كان بالحبر. وبعد ما بتخلص لعبة بتروح تبص في وشها بتلاقي ان حماها بوظ شكلها بالحبر، وبتقول لنفسها هي البنت دي كانت بتعمل ايه في غيابها وقدرت وخلت كل العيلة مجنونة للدرجة دي. وبتروح كيونج البيت وبتقول لامها ان كل حاجة غيرتها دو، زي انها دلوقتي لازم تتعلم تقطيع السمك وكمان لعبة الطاولة وكمان اكل البطاطا، ولسه مش عارفة ايه هتقابله من مفاجآتها الايام اللي جاية. وبنروح لدو اللي قررت انها ترمي التميمة، وبتظهر لها البنت اللي اديتها لها وبتقول لها انها لو رمت التميمة ما لبستهاش هيكون حظها سيء. ولما بتلبس التميمة بيكون حظها ان بيجي اخو كيونج يطمن عليها وبيقعد معاها هي وجدتها عشان يتغدوا، وبعدها بيخرج مع دو يتكلموا على الشط، وبنعرف ان ابوها وامها ماتوا وهما بيصطادوا السمك وهي في عمر 13 سنة. وبعدها رومي
بتقابل مربية جو وبتعرف سر اللعنة، وبتقرر تروح تعترف باستسلامها لكيونج، وده لأن رومي عارفة إن كيونج هتكون التضحية وتقدر بعدها تتجوز جو. ولما بتكون مع جو اللي بيكون تصرفاته بقت كويسة معاها، وبتمشي وبتعمل حادث بسيط وهي بتكلم جو في الموبايل، واللي بيتخض عليها فبيروح جري يطمن عليها بسرعة، وبتستغرب إنه فعلا خايف عليها ومهتم بيها وده لأول مرة في حياته. وبتقول لنفسها مستحيل إن جو رجل الأعمال يقع في حب بنت فقيرة بالشكل ده. أما جدة دو فبتوافق إنهم يروحوا مدينة سول، وبالليل بيعرف جو بحقيقة اللعنة وبيواجه أمه وبيسألها إنها هي هتضحي بكيونج اللي بيحبها وده بدلا من رومي، وليه اختارت كيونج. فبيقرر يدخل غرفة الشبح ويتكلم عن نفسه إنه أول مرة يحب واحدة في حياته، وفجأة بتظهر له الشبح. وبكده بيكون انتهى الموسم الأول من مسلسلنا. يا ترى جو هيقدر إنه يضحي بحبه وينقذ حبيبته، ولا هيكمل وحبيبته هيتم التضحية بيها؟ وده اللي هنعرفه في الموسم التاني. لو حابين نكمل الموسم التاني اكتبوا لنا في التعليقات. الفيديو ده بصوت إمام مهران ومنتجه منتصر كمال الدين. سلام.